الآن نتعرف على جدول وموعد مباريات دوري قطر القادمة في إطار الجولة الثالثة عشر. نتعرف على الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لجميع مباريات الجولة الثالثة عشر. ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. ستقام 4 مباريات يوم السبت 4/2/2023. موعد المباراة الأولى لنادي الوكرة يستضيف الغرافة، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر والعراق. المباراة الثانية نادي السد يستضيف مصلال، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر. المباراة الثالثة نادي الاتحيل يستضيف نادي الأهلي، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت قطر. والمباراة الرابعة نادي الريان يستضيف العربي، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر والعراق وسوريا. وستذاع المباريات عبر قنوات الكأس وأيضا عبر قنوات بين سبورت القطرية المفتوحة. وستقام مباراتين يوم الأحد 5/2/2023. نادي المريخية يستضيف نادي قطر، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر والعراق وسوريا. المباراة الثانية نادي الشمال يستضيف السليلية، وستنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت قطر والعراق وسوريا. وستذاع المباريات عبر قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة وأيضا عبر قنوات الكأس. وما هي توقعاتكم لنتائج مباريات الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري القطري المباريات القادمة؟